السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايبي في كل مكان، أهلا بكم في جولة سريعة داخل الأرض. طبعا ما نزلناش الأرض من وقت زراعة البصل، فالنهاردة جايين نحصد البصل ويا رب نلاقي بصل أصلا في الأرض. ما شاء الله كده الجمال كده بنطلع فيها البطيخ، لا حاجة شبكة كده فبنرص فيها البطيخ وبنقفل كده وبتطلع برا الأرض عشان العربيات تحمل. طبعا ديت المكان ده اللي كنا زارعين فيه اليقطين او القرع العسلي، طبعا احنا مشفناهوش من وقت ما كان تحت الصوبة. طبعا هو خلص بعد واحدة كده سايبينها عشان تعمل بذور، عشان ناخد منها بذور نزرعها تاني. طبعا حجمها ضخم جامد، كبيرة مش قادرة اصلا احركها من مكانها، تقيلة جامد. فطبعا بقى احنا بنسيبها كده لما بتستوي خالص بتطلع البذور بتاعتها، فبنجمع منها للسنة الجاية نزرع منها. وطبعا بقى هنبدأ بقى عشان ننضف تحت الجوافة، عشان ان شاء الله كده الجوافة بدأت زهرت كده. وزي ما انتوا عارفين كده الموسم هنا بيوصل الموسم البطيخ يخلص بتبدأ الجوافة والبلح وهكذا. فده دلوقتي كده ايه البطيخ اللي هو فاضل في الارض. طبعا ديت بنسميها كنسة الارض او اللمة الاخيرة في الارض، بتبقى اخر حاجة في الارض. طبعا البطيخ الكبير والحلو كله خلاص خلص، فديت بقى فاضل على رأي اللي يقولوا كده اللقشة. فطبعا هنا برضو البطيخ اللي هو الزيرو والبطيخ الحلو طالع كله في الجمل، هيطلع بره بيتحمل العربية لوحده. وطبعا اللي هو فاضل ده بيبقى برضو ليه حمولة لوحده. وما شاء الله السنة دي كده ربنا يرزق الجميع، البطيخ اسعاره كويسة قوي. فطبعا البطيخ اسعاره كويسة والبطيخ كويس ما بيطلعش بصل، فان شاء الله كده هندور كده نشوف هنلاقي بصل ولا مش هنلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا لقيت كده يجي 3 4 بصلات كده. فطبعا لسه الارض خضرة، فاحنا بنحاول بقى نلم البصل قبل ما العرب تنزل بقى ياكلوا الارض كده عشان ننضفها عشان تزرع رز. فطبعا زي ما انتم شايفين كده الواحد بيشوف البصل بصعوبة. فبشوف عود البصلة من فوق اللي هو الاحمر ده، بحاول بقى كده اجمعه. بس منظر الارض كده مش هيطلع فيها بصل، هتبقى حاجة بسيطة خالص، لان هي السنة اللي فيها البطيخ غالي ما بيبقى البصل مفيش او رخيص. السنة اللي مفيهاش بطيخ بيبقى البصل صاحح وبيبقى ايه كويس. ده طبعا كومة البطيخ اللي كانت فاضلة في الارض احنا مجمعينها كلها كده عشان ايه نحملها عربية نبيعها. وطبعا ده برضو زي ما قلت لكم اللي هو الايه الكنسة الاخيرة. وطبعا السيد قاعد طبعا اصغر بطيخة بينقيها. وطبعا هنا الفراشات بقى والحاجات الجميلة كلها. احنا القضاء النهارده مش لاقيين بصل نجري ورا الفراشات. طبعا منظر الخضرة والارض كده ريحة الارض جميلة جدا. انا ما لقيتش بصل، طلعت اجري ورا الفراشة. ما شاء الله لقيت لي شوية بصل كده ما يكملش نص الشكارة ديت. وطبعا البصل ما كبرش، حاجة صغيرة خالص كده. طبعا لفيت الارض كام مرة عشان اطلع بصل ما لقيتش. وطبعا هي منظرها زي ما انتم شايفين كده اصلا، حتى لو هو بصل مش باين. مستعجلين على زراعة الرز، فقلنا بقى نجمع بصلنا وننضف ارضنا عشان ايه نزرع الرز. ده كمية الحاجات اللي هي موجودة في الارض. وده طبعا بقى خلاص احنا كده مروحين، ملقناش غير نص شكارة بصل. طبعا كنا زارعين كمية كبيرة يعني. الحمد لله ده رزقنا الحمد لله. وطبعا معظم الارض خلاص خلصت. الارض اللي كانت خضرة كلها ديت خلاص. طبعا ده البطفرات اللي هي بتاعت البطيخ. وده منظر الارض بقى، معظم الارض خلصت خالص. طبعا ما شاء الله ده بقى البسكول او اللي هو بيوزنوا عليه الاناناس وكده او المبيع. طبعا كانت جولة سريعة جدا لان ما لقناش بصل وكانت اللفة سريعة جدا. طبعا جينا وقت الغروب بقى، ما شاء الله منظر النخيل جميل قوي مع البحر مع المية.
طبعا هنا مهرجان جامد، بس خلاص كده الموسم خلص. طبعا وصلنا البيت. طبعا اوريكم شجرة مسك الليل ما شاء الله عليها، جيت لقيتها مزهرة كده وريحتها جميلة قوي، فقلت اصورها معاكم كده. من اجمل الزهرات اللي هي مسك الليل ديت. وطبعا ديت الورود اللي زرعنا حوالين البيت. فقلت اكمل لكم الفيديو بقى لان الفيديو كان قصير قوي. ويا رب تكون حلقة النهارده عجبتكم. وطبعا بقى ايه دي، جبنا يقطينة او قرعية عسلي. طبعا هي قد الصعيد الصغير، قاعد جنبها قدها ما شاء الله، حجمها كبير قوي. وقاعد مبسوط بقى يقول صوريني بيها. طبعا احنا كنا اتنين مش قادرين نشيلها، تقيلة قوي قوي. ويا رب تكون حلقة النهارده نالت على اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.